تاريخ وشخصية قوية لغارسيا في بداية موسم مع تجربة جديدة في منطقة مختلفة على مستوى الخليج. يأتي المرة الأولى بالنسبة للمدرب المعروف رودي غارسيا. في المقابل فإنه الوضع أيضا يشابه تماما بالنسبة لنونو سانتو المدرب البرتغالي الذي درب العديد من الأندية في البرتغال وخارجها في إسبانيا وفي إنجلترا وبتجارب عديدة. كل شيء أصبح جاهزا. مرحبا بكم معنا في هذه القمة. استعدوا للكثير من الإثارة، الكثير من الشغف، من الروح، من الكورة، من المتعة، من الأداء، من الأشياء كثيرة ينتظرها عشاق كرة القدم السعودية. فالموعد مهم للغاية، والغاية 3 نقاط مهمة جدا، والفوز يعني الكثير للمشجعين. هي قمة مشجعين قبل أن تكون لاعبين، لأن الكثير من المباريات لعبت في الصيف بين أنصار الفريقين، والكثير من كلمات التحدي في المعسكرين. بداية أحداث هذا اللقاء، النصر بألوانه المعتادة، العالمي باللون الأصفر والأزرق في ملعبه وبين جماهيره. الاتي اليوم باللون الثاني باللون الأبيض بالكامل، ولكن يزور هذا الملعب برغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، وفي ذات الوقت فإنه يعاني من غيابات بارزة مهمة على مستوى خط الهجوم ووسط الميدان. لمسة أمامية، محاولة باتجاه جوستافو. النصر أيضا يغيب عنا بعض الأسماء، لكنه غريب على جهة اليسار مع أول لمسة، مع أول طلعة هجومية مع العبود تمكن من احتواء الخطورة، المحافظة على الكرة. الاتحاد المنافسة الشرسة على لقب الموسم الماضي لم يكتب لها النجاح في نهاية المشوار. الاتحاد الرغبة في استعادة لقب الدوري بعد انتظار طويل. الاتحاد تعاقد مع طارق جامد في وسط الميدان. طارق حامد خطير جدا على مستوى افتكاك الكرات، وابقى على حجازي وبالتأكيد مع حمد الله. النصر في الهجوم، تاليسكا يلعبها إلى كونان. هل هي البداية؟ كونان تسديدة لكنها بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى كما جرت العادة. أمامنا عبد الرزاق حمد الله، وحمد الله في 110 مباريات بقميص النصر ساهم في تسجيل 115 هدف، بمعنى أنه في كل مباراة عنده معدل المساهمة بهدف في كل مباراة، وهو معدل كبير جدا للاعب اللي سجل أرقاما قياسية باللون العالمي. ولكنه اليوم يزور مرسول بارك كمحارب ضد النصر وكمقاتل للوصول إلى مرمى النصر، وكان هو المعشوق الأول لجماهير العالم. لكنها كرة القدم تماما مثل ما كان في العديد من الملاعب الكروية حول العالم. ونتذكر على سبيل المثال الحصر يا حمد الله ما حدث مع لويس فيغو الذي انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد، وكانت ضجة كبيرة في ذلك الوقت لذلك الانتقال للاعب بتلك القيمة الفنية العالية وبتلك الشعبية الكبيرة. رمية جانبية، حمدان يحاول باتجاه عبد الرزاق، تغطية والتدخل، بعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية، احتكاك بين حمد الله وسلطان الغنام. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. سلطان الغنام قائد النصر الظهير الأيمن العائد من الإصابة بعد المشاركة أيضا مع الأخضر في المباراة الأخيرة وديا ضد الولايات المتحدة. اعتذر عبد الرزاق حمد الله لسلطان انه لم يكن يقصد إيذاء في هذه اللقطة، وبعد ذلك انتهى كل شيء إلى رمية جانبية لحمدان الشمراني. لا زالت البداية، ولا زلنا ننتظر الشرارة الأولى في هذه المعركة، ولا زلنا ننتظر الهدف اللي يحرك كل شيء في ملعب مرسول بارك. لمسة باتجاه عبد الرحمن، العبود على جهة اليمين، العبود يحاول المر، العبود يحافظ على كرته بينية باتجاه عبد الرزاق حمد الله إلى ناشري، إلى عبد الرزاق
مرة أخرى. حمد الله يحاول اختراق الدفاع. حمد الله تغطية المارو. العبود لمسة في وسط الميدان. لمن للنجعي. حكم اللقاء يشير إلى خطأ لمصلحة النصر. تدخل في اللقطة الماضية على برونو إنريكي، وبالتالي خطأ لمصلحة سامي بالمهارة العالية سامي النفي. ولكن حذاري سامي كان في مثل هذه اللقطة في مباراة سابقة تسبب في هدف ضد التعاون. تغطية في منتهى الروعة من الصلب. هذا الجدار أمامنا المارو. طويلة الكرة في أقصى الجهة اليمنى. النجعي يحاول البحث عن حلول. عودة في جهة اليمين لمصلحة النصر. الكرة لسامي. تحرك من جانب سلطان غنام. برونو إنريكي في التغطية الدفاعية. الكرة في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. نونو سانتو اليوم طبعا عند غيابات بارزة الكرة إلى ضربة مرمى. نشوف سلطان غنام كان يطالب بركنية في اللقطة الأخيرة، أن الكرة لمست في برونو إنريكي. النصر بدون بيتي مارتينيز الذي لم يبدأ الموسم بعد. نفس الأمر بالنسبة لماشا ريبوف. وكما جرت العادة الفترة الأخيرة الإصابات العديدة لعبد الفتاح عسيري نتمنى له العودة، كذلك يغيب عن النصر لاجامي. الاتحاد في هذه المباراة لديه ايضا غيابات بارزه. شوف حكم المباراه يوقف اللاعب لانه في الدخان الكثيف الموجود في ملعب مرسو البارك. يطالب الجميع بالهدوء ومن اجل مشاهده واضحه. امامنا لقطه بالنسبه لمارسيلو جروهي مع حكم المباراه بين الرؤيه لم تعد واضحه بسبب الدخان الكثيف الموجود في هذا الملعب. محاوله بين كورنادو وغوستافو. الحكم يشير الى خطا لمصلحه غوستافو. لويس يكسب خطأ بعد 5-6 دقائق لعب في أحداث هذه المباراة. شد واضح في هذه اللقطة من جانب كورنادو. بالتالي خطأ لمصلحة لويس. الاتحاد في هذه المباراة بدون رومارينيو، هيلدر كوستا، البيشي، شرحيلي، شنقيطي. تتكلم على غيابات بارزة للاعبين مهمين أيضا في قائمة المدرب نونو سانتو. لمسة تصل إلى كونان. محاولة مرور. تدخل وإبعاد الكرة من جانب عوض. لسه 20 سنة هذا ناشرين. دخل نونو سانتو في هذه القمة ليبرز ويبرهن على إمكانياته. طبعا تم ضمه أيضا من جانب مدرب المنتخب السعودي في المواجهة الأخيرة ضد الولايات المتحدة. لمسة تعود مرة أخرى وأيضا إكوادور. العبود يفتك الكرة على جهة اليمين. العبود يحاول يمر. تدخل بعد ذلك من صليهم. الكرة في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. صليهم بجانب غوستافو في وسط الميدان. الاعتماد بالنسبة للنصر على سامي النجعي في جهة اليمين. عبد الرحمن الغريب اللي عند الكرة في جهة اليسار. تاليسكا كلاعب حر تحت المهاجم الصريح الوحيد فينسان أبو بكر. بالسلامة إن شاء الله لصليهم. حكم اللقاء يعيد تنفيذ الخطأ في مكانه. طارق حامد يطلب منا حكم المباراة الهدوء، انه في مرة قادمة لن يتردد في انذاره. التدخل اللي كان في هذه اللقطة من جانب طارق حامد امام عبد المجيد. بالسلامة ان شاء الله لصليهم. لعب سيستأنف بعد 7 دقائق. جولة فيها نتائج مثيرة اليوم في هذه الجولة، في الجولة الخامسة. شباب يواصل حصد النقاط. سلسلة الانتصارات في 5 مباريات على التوالي بالعلامة كاملة في قمة الترتيب 15 نقطة. الهلال خسر في ملعبه ضد التعاون 1-2، بالتالي يتجمد على 12 نقطة. تعاون ارتفع إلى 11 نقطة في الترتيب الثالث. كرة عرضية، محاولة نصروية باتجاه غريب لكن العبود في التغطية. الاتحاد رابع 10 نقاط، عنده مباراة أقل نشوفها في هذه الأثناء أمام النصر. هذه كرة من جانب العبود، محاولة اختراق دفاع. مر العبود بلمسة على اليسار. خطيرة اتحادية عرضية لكنها مرت. يا الله، حلوة اللقطة الماضية من جانب عبد الرحمن العبود بمهارة فردية. يقول لك نجم العنتري 1 2 3 4 5 وتمريرة. عمل كبير من جانب العبود في اللقطة الماضية. حمدان كرة عرضية لكنها جاءت عالية أقرب لحجازي. ضغط من جانب تاليسكا. لمسة تصل إلى حمدان. رمية جانبية
ضمك حاليا في الترتيب الخامس 10 نقاط، النصر سادس 9 نقاط، لكن بمباراة أقل يشوفها أمامنا في هذه القمة ضد الاتحاد. حمد الله يحاول يمر أمام التغطية من جانب العمري، الكرة فيها تدخل، سلطان الغنام عدى، سلطان على جهة اليمين، طلب الكرة من جانب النجعي، تمريرة بدون تركيز، ضاعت، استعادها الاتحاد. الونتو بين إنريكي مع أيضا أوباما سعود مع طارق حامد. مباراة صعبة بالتأكيد على المستوى البدني، على المستوى التكتيكي، خيارات كثيرة عند المدربين على أرضية الملعب، ولكن في الدكة الخيارات أقل بسبب حجم الغيابات البارزة لكلا الفريقين. لكن أمامنا على أرضية الملعب خيارات ممتازة ولاعبين قادرين على خطف النجومية في هذا اللقاء. محاولة تغطية وتدخل من جانب كونان، خطأ يحتسب حكم المباراة لعبد الرحمن العبود. تدخل أمامنا من جانب كونان المدافع الإيطالي أمام عبد الرحمن في اللقطة الماضية. نونو سانتو الاعتماد على حجازي، باما سعود، عمر هوساوي في الخط الخلفي، العبود في جهة اليمين، شبراني في جهة اليسار، ثم طارق حامد، برونو إنريكي يضع بينهم ايضا لاعب ثالث امامنا في الصوره، هذا يضع هذا المسمار، عوض ناشري من اجل قطع كل الكرات. محاوله بالتاكيد من جانب نونو سانتو لابعاد الخطر عن مناطق فريقه، ابعاد لاعبين خطيرين في المعسكر النصراوي بقياده تاليسكا. تعود الكره في النصر، طبعا الاعتماد على اطراف سلطان وكونان وناجعي في الجهه اليمنى، غريب في اليسار، تاليسكا في مسانده المهاجم ابو بكر. لمسه فيها تغطيه، ناشري خلصها الى رميه جانبيه لمصلحه النصر. رميه جانبيه نصراويه، 10 دقائق في هذه القمه، نتيجه لا زالت متعادله بدون اهداف. 28 مباراة في دوري المحترفين، النصر عند الكعب الاعلى في الانتصارات على مستوى دوري المحترفين ب 11 فوز، 9 للاتحاد و8 مباريات انتهت بالتعادل. النصر حقق انتصارات اكثر على مستوى دوري المحترفين، لكن اخر فوز كان في 2018، لان الاتحاد لم يخسر من النصر في اخر 7 مباريات على مستوى الدوري، وفي اخر 8 مباريات في جميع المسابقات. المتابعة كانت من رودي غارسيا. عبد الرزاق حمد الله اليوم يفتقد لروما. روما مهم جدا في المنظومة، روما قادر على صناعة الفرص وصناعة الأهداف وتسجيلها. الكرة أمامية، محاولة فيها إبعاد من جانب عناصر النصر، رأسية طارق حامد باتجاه كورنادو، كنترول جميل، تمريرة بينية خطيرة باتجاه عبد الرزاق حمد الله، خطيرة حمد الله، محاولة لكن دفاع في اللحظة الأخيرة. الغنام يتدخل في آخر لحظة، فرصة كانت خطيرة، حلوة التمريرة من جانب كورنادو رماها بروعة لحمد الله. يفكر حمد الله كثير انه يسجل هدف مثير للاعجاب، هدف غير عادي في بعض الاوقات، فتضيع منا بعض الكرات لانه عودنا دائما بهذه الوضعيه. عبد الرزاق في مباريات القمم، في المباريات الكبيره، اين تكون الضغوطات هائله يظهر لك بمستوى كبير. نفس الامر بالنسبه لتاليسكا، لانه تاليسكا ظهر بشكل رائع في المباريات الكبيره مع النصر في الموسم الماضي. الكره تعود، وان كان طبعا تعرض للطرد في مباراه الفريقين في جده. لمسه لابو بكر، النجعي على حدود المنطقه، غريب في اليسار، غريب لسامي، عوده لكولان، عرضيات كولان، يبحث عن الكره العرضيه بالفعل لكنها بعيده عن الكل، لم تكن متقنه، بعيده على تاليسكا، بعيده ايضا على ابو بكر، بالتالي تحولت الى رميه جانبيه الان لمصلحه الاتحاد. التغطيه من جانب عبد الاله العامري، مناوشات، كلمات، صراعات، اشياء كثيره وتحديات بين الفريقين طيله الصيف والكثير من الايام اللي مرت، وقضايا واشياء
كثيرة كانت هي عبارات التحدي بين جماهير الناديين. هذه كرة إلى غريب، محاولة مرور بتمريرة لكن فيها تغطية أقرب لمصلحة العبود. محاولة أمام أكثر من لاعب يحافظ على كرتها، تمريرة بالخطأ. غوستافو يعيدها للنصر. المارو سليهم غوستافو المين هي الكرة المين للنصراوية على اليمين. هذه تصل إلى سلطان يبحث عن كرة عرضية، تأخر في التمرير. عودة إلى سامي النجعي مرة أخرى. سلطان الغنام، سلطان بعودة للوراء إلى غوستافو. لويس بلمسة تصل إلى كونان، القدم اليسارية والكرات العرضية. المحاولات من جانب كونان تصل إلى غريب للوراء، يمسك زمام الأمور النصر في هذه الأثناء، يحاول السيطرة أكثر وإجبار الاتحاد على التراجع للوراء. لمسة وتحرك من جانب صليهم صراع الكرة مع ناشري، يعيدها إلى غريب. تحرك من جانب سامي النجعي، هذه للمدافع المارو. استحواذ على الكرة من النصر لكن أيضا تراجع بشكل واضح من الاتحاد وتضييق المساحات في هذه الأثناء. طويلة الكرة لكن أيضا تغطية تصل باتجاه تاليسكا. محاولة فيها صافرة من حكم المباراة وخطأ على القائد سلطان الغنام. لمصلحة أحمد بامسعود، هذه اللقطة اللي كان فيها خطأ من سلطان الغنام، كان يتكلم مع حكم المباراة انه تدخل عادي. هذه لقطة عبد الرزاق، الفرصة الوحيدة الأولى في هذه المباراة حب يمر من المرمى، لكن سلطان في توقيت حاسم يندب حظه على فرصة من هذا النوع. يا لها من ليلة يا عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله اللي كان يتغنى في كل نصراوي على مستوى المملكة وخارجها. حمد الله اللي كان يسجل من 4 الفرص وانصافها في مباريات النصر. حمد الله الذي كان يجبر كل خصم على العودة للوراء والتراجع. بالسلامة لبامسعود. حمد الله في فترة مع النصر كنت أتكلم على أن وجود حمد الله في قائمة النصر يجعل النصر يبدأ المباراة متقدم 1-0، لكنه أصبح لاعبا اتحاديا، بل وأصبح له مكانة كبيرة في قلوب النمور، ويأمل في أن يهديهم شيء في هذه الأمسية، حتى وإن كان الخصم الحبيب الأولي الفريق السابق النصر. الكرة خارج أرضية الملعب للتأكد من وضعية أحمد بامسعود. طبعا بامسعود يعوض غياب شراحيلي اللي تعرض لإصابة في مباراة الرائد، نتمنى له العودة. بامسعود يتأكد الفريق الطبي في الاتحاد مدى جاهزيته. نونو سانتو لا يريد مزيد من المشاكل على مستوى الإصابات. مرة أولى يقابل فيها رودي غارسيا. بين المدرب الفرنسي والبرتغالي رغبة في فوز مهم للمشجعين. طويلة الكرة أمامية تبعد من جانب عبد الله العمري، تدخل باتجاه أبو بكر، لمسة للوراء، محاولة من جانب النجعي حلوة لكن التغطية الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة سامي. شوفها مرة أخرى سامي مع مين؟ مع برونو. أعطى واحدة بين القدمين، هذه يحبونها الجمهور بالتأكيد. كوبري لريكي، لكن بعد ذلك برونو تدخل وأوقف سامي ليكسب النصر خطأ. 17 دقيقة لم نشاهد خطورة حقيقية على المرمى ما عدا كرة وحيدة لعبد الرزاق حمد الله لم تصل إلى مرمى وسبينا، تصل إلى كونان الآن. كونان على اليسار، كونان تمريرة لكن طارق في كل مكان. حامد يتدخل، العبود بمهارة مر، العبود من الثاني مر، العبود إلى الريكي يحاول يكسب خطأ لمصلحة الاتحاد على الغنام. 17 دقيقة شفنا كرة، لا هي مباراة مثيرة، نعم هي منتظرة، نعم هي مباراة جمهور أكيد، ولكن على أرضية الملعب حتى الآن ما شفنا أداء ممتع. وكرة طويلة للأمام خطيرة باتجاه عبد الرزاق حمد الله. كنترول، محاولة للبحث عن حلول أمام أكثر من لاعب يحافظ على كرته، ينتظر مساندة، ولكن أيضا التغطية من الدفاع. حمد الله يكسب في الأخير ركنية، يكسب ركنية في داخله. كان يرغب في
المرور أمام أكثر من مدافع نصراوي يقاتل على الكرة السابقة. شوف أمام غنام وأمام سامي اللي تدخل في آخر لحظات، ركنية تقريبا من لا شيء يكسبها عبد الرزاق حمد الله لمصلحة الاتحاد. من لا شيء لنقول بكثرة من المفترض أن تغلب الشجاعة في اللقطة الماضية ويتم إبعاد الكرة بشكل أفضل بالنسبة للنصراوية. كورنادو يهم استغلال مثل هذه الكرات العرضية. حجازي وعبد الرزاق والبقية في منطقة الجزاء. بعد 18 دقيقة لعب في أحداث هذا اللقاء نشاهد الركنية الأولى في القمة. كورنادو على تنفيذها، محاولة اتحادية بكرة عرضية من جانب كورنادو، يبعدها اوسبينا تصل إلى العبود بقبضة يد اوسبينا، تدخل جهة اليمين، محاولة من المتقدم حجازي. أحمد يبحث عن كرة عرضية، أحمد يمر في الجهة اليمنى، التغطية أمام أكثر من لاعب، يبحث عن ركنية ولكن التدخل من جانب أصلهم، وبعد ذلك حكم اللقاء يشير إلى خطأ لمصلحة عبد المجيد أصلهم في اللقطة الماضية. افتكاك كرة عدى لكن حجازي بعد ذلك التدخل كان واضح، بالتالي خطأ لمصلحة أصلهم. اوسبينا يحاول اتجاه اللاعب على جهة اليمين، لمسة لكن فيها تغطية. شوف طارق حامد دور محوري مهم جدا، تمشيط أول بأول، منع الكرات اللي تصل إلى مناطق فريقه. في العادة لاعبين البارزين، لاعبين اللي يحبونهم الجمهور، الترند يكون مهاجم هداف، يكون صانع لعب، او يكون لاعب حريف، لاعب مهاري، لاعب يعرف كيف يرقص مثل كونان في هذه اللقطة. لكن طارق يمنع كل ذلك. طارق يأكد لك على قيمته على ارض الملعب كمقاتل كمحارب. كونان يكسب الرمية الجانبية. اين اهداف القمة؟ سؤال كبير مطروح. الكرة تصل لمن؟ لمين تروح مع هذه اللمسة؟ لنجعي، تغطية من جانب العبود. العبود تدخل العبود امام اكثر من لاعب، صراع على الكرة، في الاخير تحولت الى رمية جانبية نصراوية. كونان سريعا باتجاه عبد المجيد، حكم يعيد تنفيذ الرمية الجانبية. كونان بعودة بعد ذلك الى عبد المجيد الصليهم. الفارو الى عبد الاله العمري، لمسة نصراوية في جهة اليمين عند سلطان الغنام. تاليسكا يحاول بكرة عرضية البحث عن أبو بكر لكن عمر يتدخل. هوساوي لصليه، محاولة البحث عن التمريرة لكن التغطية. طارق حامد بلمسة سريعة باتجاه عبد الرزاق حمد الله، تحرك من جانب حمدان في المساحة، اتحادية مرتدة خطيرة وكرة عرضية لكن الدفاع يتدخل سريعا من جانب غوسافو. طبعا خبرة كبيرة اللي عند لويس غوسافو في مباريات من هذا النوع. تغيير اتجاه اللاعب من تاليسكا، تصل إلى النجعي. النصر يمسك زمام الأمور، يمسك كرة ولكن بالقليل من الخطورة في الدقائق الماضية. الاتحاد بعد ذلك ينتظر دوره في الهجمات المعاكسة. الكرة من جانب مسعود، تغيير اتجاه اللاعب أقصى اليمين باتجاه العبود برواء كبيرة. العبود يبحث عن كرة عرضية لكن التغطية من المارو، يستعيدها طارق حامد. ناشري، تدخل من جانب تاليسكا، وأول إنذار في أحداث هذه المباراة. يمكن أعتبره إنذار مجاني لتاليسكا، نعم، أنه لم يكن له أي داعي في وسط الملعب في لقطة عادية. المناوشات اللي كنا نتوقعها وننتظرها، آخر 3 مباريات في بين الفريقين، في آخر 3 مواجهات كان في 3 حالات طرد، آخرها كان من تاليسكا نفسه في مباراة الفريقين في جدة. اللقاء اللي انتهى لمصلحة الاتحاد ثلاثية. تاليسكا يحصل على أول بطاقة صفراء. رودي غارسيا يطلب منها الهدوء، يطلب منها التركيز في الملعب. بالتأكيد أنه تدخل كان لا يستحق كل هذا بالنسبة لتاليسكا. حجازي القائد، وهنا بعد ذلك إصابة لعوض الناشري. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لعوض الناشري. 22 دقيقة لعب في أحداث القمة، 0-0. لا أظن أنها تعجب الفريقين.
مش عارف إذا كان جمهور الاتحاد يقول لك مع هذا الكم من الغيابات وخارج ملعبنا تعادل النتيجة ليست سيئة. النصر يحب إيقاف سلسلة عدم فوز وصلت إلى 7 مباريات في الدوري، يحب الانتصار، اصطياد الاتحاد في هذه المباراة في مرسول بارك. الكرة لمصلحة كورنادو، الكرة الثابتة من جانب كورنادو بدون اختبارات حقيقية لأوسبينا وقروهي في الدقائق الماضية من أحداث هذا اللقاء. الكرة لمصلحة كورنادو، محاولة اتحادية، ترقب انتظار طويل، الكرة للأمام خطيرة، محاولة فيها تغطية، كان البحث عن حجازي في القائم الثاني لكن التدخل الإبعاد بعد ذلك إلى ركنية ثانية اتحادية في 24 دقيقة لعب في أحداث هذه المباراة. الركنية اتحادية الآن، برونو حجاز انتظار، محاولة لمصلحة الاتحاد في هذه الأثناء على يمين أوسبينا، الركنية على تنفيذها إيغور كورنادو مع محاولة مرة أخرى للبحث عن مرمى أوسبينا. كورنادو بكرة عرضية نحو القائم الثاني لكنها سهلة في يد الحارس الكولومبي، البحث عن تمريرة سريعة لكن الحكم يشير إلى خطأ ضد حمدان. حكم اللقاء يستدعي يتكلم معه الجمهور النصراوي وايضا لاعبي النصر يطالبون بانذار على عمر هوساوي لانها مره اولى. هذا تفسيري حكم مباراه انه لانها مره اولى يا عمر نعديك، لكن عند بعض الحكام صراحه فيها انذار، تعطيل هجمه وتدخل في لقطه من هذا النوع هي قرار تقديري لحكم المباراه. طبعا الصراعات بين الفارو وعبد الرزاق حمد الله وبقيه اللاعبين في منطقه الجزاء. غارسيا يكاد ان يجن، كان يطالب بانذار في هذه اللقطه لعمر هوساوي. بالسلامه، المحارب ينتظر دوره في هذه المباراه. الجمهور بتقليعات جديده، باجواء كبيره، بدعم غير عادي في المدرجات، تقريبا مرسول بارك ممتلئ عن آخره. النمر ينتظر ضحية جديدة ويأمل أن يلتهم النصر، هذا ما يتمناه جمهور الاتحاد في مباراة اليوم. أنصار العالمي يريدون انتصار وثار لكثير من الأشياء من الاتحادين. أوسبينا على الأرض بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة لديفيد أوسبينا، الجمهور النصراوي الكبير للغاية الحاضر في مباراة اليوم واللي يملأ مدرجات ملعب مرسول بارك بالتأكيد. فإن هذا يؤكد لك على رغبة جماهير العالمي بأنه فريق هيكون في أفضل أحواله وأن يتجنب تعثر آخر في أول 5 جولات بعد التعثر في المباراة السابقة وفي مباراة سابقة ضد التعاون. في المقابل أمامك جمهور الاتحاد اللي في كل موسم يضرب لك الأرقام القياسية في معدل حضور للمباريات ويملك الرقم الأعلى. الجماهير، الأجواء، الترقب، الانتظار، رائعة أجواء ملعب مرسول بارك، ولكن لا زالت القمة تنتظر هدف. بالسلامة إن شاء الله لأوسبينا، ألف سلامة لديفيد أوسبينا العائد من بعد مشاركة دولية مع منتخب بلاد. الاحتكاك اللي كان مع عمر، هذا الاحتكاك اللي مع عمر ما شاء الله تبارك الله، أصغر عالمية في ملعب مرسول بارك، وتنتظر بالتأكيد هذه الأجواء يكون لها أيضا اللي يعكسها على أرض الملعب، متعة في أرض الملعب وليس فقط أجواء جميلة في المدرجات. بين النمور والعالميين انتظار، بين المحارب والنمر انتظار لدقائق قادمة، وبالتأكيد سنترقب وإياكم وضع ديفيد أوسبينا على ما يرام. يتأكد بنفسه يتأكد ديفيد أوسبينا. احتكاك كان مع عمر في اللقطة الماضية،
الكرة تعود مرة أخرى. طبعا وليد عبد الله يجري عمليات الإحماء. رودي غارسيا يتأكد من وضع حارسه. هل هو على ما يرام؟ يستمر اللعب. نشوف اللقطة على وسبينا يختبر نفسه في هذه الأثناء ووضعه في الدقائق القادمة ما إذا كان بإمكانه مواصلة اللعب. يستمر الكرة ويستمر اللعب بلمسة من جانب كونان. حلوة على اليسار خطيرة فيها مساحة. غريب تمريرة لكن عاد حجازي خاطئة في الإبعاد. صليهم عبد المجيد يغير الدفاع أو اتجاه اللعب على الجهة اليمنى. بعيدة وصعبة على سلطان غنام. بعيدة على الرغم من أنه صليهم بدون أي ضغط في اللقطة الماضية وكان عنده مساحة لكن تمريرته تسرع فيها وجاءت بعيدة على سلطان غنام. طويلة الكرة باتجاه عبد الرزاق. تدخل بعد ذلك أقرب إلى الفارو. لمسة إلى كونان. غوستافو كونان على جهة اليسار. عبد المجيد مرة أخرى يحاول بحث عن حلول. تحرك من جانب غريب. كونان يبحث عن غريب. لمسة تصل إلى عبد الرحمن غريب. لمسة بينية حلوة التحرك. بوبكر ولكن حجازي يا جماعة. حجازي يتدخل في توقيت حاسم في اللقطة الماضية. الفارو وعبد الرزاق حمد الله احتكاك بين الاثنين وبعد ذلك انذار للفارو. انذار بطاقة صفراء للفارو. حكم مباراة اليوم أظن معروف عند كثير من متتبعي كرة القدم هذا الاحتكاك اللي كان بين الفارو وعبد الرزاق حمد الله. هذا الاحتكاك اللي كان بين عبد الرزاق حمد الله والفارو اللي منع عبد الرزاق في هذه اللقطة. لاعبي الاتحاد حجازي القائد كان يطالب الحكم بأكثر من انذار. الحكم اعتبر تدخل يوجب بطاقة صفراء لا أكثر ولا أقل على الفارو. بالتالي ثاني انذار على النصر في 30 دقيقة لعب في أحداث هذا اللقاء بعد تاليسكا. طبعا كونيا اللي كان أدار مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال وكانت لقطة مثيرة للجدل في تلك المباراة. كانت فيها تدخل قوي من أوتاميندي. الجميع كان يتوقع بطاقة حمراء في تلك المباراة. بعد ذلك اتحاد أمريكا الجنوبية عتب على حكم المباراة وأوقفه. على كل حال يظل واحد من أفضل الحكام في العالم حاليا كونيا باسم كبير جدا. لمسة للأمام تصل بعد ذلك لمصلحة بام سعود لتمريرة أمامية خاطئة تعود نصراوية. تاليسكا يصل الكرة يبحث عن مساندة أكثر من لاعب عليه. ضغط عالي من جانب ناشري ساعدوها سريعا وبعد ذلك الكرة تحولت إلى رمية جانبية. رمية جانبية عند حمدان. ربع ساعة أو أقل على نهاية الشوط الأول. 0-0 ولكنها في أي لحظة ممكن أن تنفجر هذه المباراة بإثارة أكبر. محاولة في وسط الملعب يكسب النجع. خطأ لمصلحة النصر. خطأ نصراوي لمصلحة سامي. كرة تصل عند الفارو. صعوبات كبيرة جدا في بناء الهجمة النصراوية حتى الآن بعد تقريبا 32 دقيقة لعب. تاليسكا يبحث عن حل. تاليسكا لجهة اليمين تصل كرة لمصلحة سلطان الغنام. كرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل وكرة عند صليهم وصليهم تمويب وصليهم وينها لكنها بعد ذلك بتغطية وتدخل تحولت إلى ركنية خطيرة اللقطة الماضية. فرصة نصراوية كانت خطيرة ولكنها بعد ذلك بتغطية وتحولت إلى أول ركنية للنصر على يسار قروهي اللي يعني نقول ما شاء الله. شوفه في هذا الموسم يقدم أداء كبير جدا مع الاتحاد. شباك نظيفة وكذلك الاتحاد لم يتلقى إلا تسديدة واحدة منذ بداية هذا الموسم. كرة عرضية خطيرة نصراوية. أبو بكر بالراس خطيرة وكرة يا إلهي مش ممكن يا الفارو مش ممكن يا نصر. شوفها مرة أخرى غلطة من قروي ولكن الفارو لم يتوقعها.
الفارو لم يستغلها، الفارو ضيعها. النصر كان على أعتاب المرمى وأضاع الهدف. الفرصة الأخطر في الشوط الأول مع ردة فعل تثير الكثير من المشجعين بالكثير من الجنون على إضاعة فرصة تقريبا كانت في المتناول على مرمى مارسيلو جروهي. جمهور الاتحاد اللاعب يتوقف في هذه الأثناء، التقاط الأنفاس، شوية هدوء، نشرب موية. بالتأكيد أنه مباراة تتمنى أداء أفضل في الدقائق القادمة وتتوقع ذلك بحول الله تعالى. أجمل ما في هذه المباراة الحضور الجماهيري الكبير في هذه الأجواء الرائعة جدا في ملعب مرسول بارك. أحد عشاق الاتحاد هنا في هذه اللقطة، وأيضا أنصار العالمي في هذه الأثناء، الجمهور المونديالي في لقطة سابقة، والآن أمامنا جمهور العالمي في لقطة أخرى. بطبيعة الحال الجماهير تنتظر أداء أفضل من الفريقين في الدقائق القادمة من أحداث هذه المباراة في دوري روشن السعودي للمحترفين. دوري روشن السعودي اللي يبدأ بإثارة كبيرة جدا، وطبعا اللي يتساءل عن الراعي الجديد للدوري السعودي الممتاز، الراعي الرسمي للدوري روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف تقديم مستويات معيشة عالية الجودة للسعوديين ودعم الجهود الحكومية لزيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن بالنسبة لروشن الراعي الجديد للدوري ابتداء من هذا الموسم. دوري روشن السعودي فيه الكثير من الإثارة والمتعة في مباريات مختلفة، ولكن في قمة هذا الأسبوع وأولى قمم الموسم لازلنا حتى الآن ننتظر أداء أفضل من الفريقين من النصر والاتحاد في ملعب مرسول بارك. عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول. رغم الهدوء على أرضية الملعب، لكن مباراة مختلفة في المدرجات بدعم هائل غير عادي من المساندين، من المشجعين، من عشاق الناديين. برونو بلمسة أمامية، تغطية من سلطان غنام، سهلة ديفيد أوسبينا، سهلة لخبرة كبيرة عند حارسي نابولي وقبل ذلك أرسنال في إنجلترا. الكرة تعود إلى ألفارو، الفارو عودة للوراء. مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى، ما فيها متعة كبيرة بقدر ما فيها تكتيك عالي وحرص كبير من المدربين. الكرة للأمام، محاولة باتجاه تاليسكا، يصل الكرة تاليسكا بار، تاليسكا بار، تاليسكا بار، تاليسكا ناشري، تغطية تدخل وبعد ذلك صافرة من الحكم واحتساب خطأ على ناشري وبطاقة صفراء. انذار في هذه الأثناء على العوض، انذار مجاني على العبود، بطاقة صفراء بعد تدخل أمام تاليسكا اللي كان في هجمة واعدة خطيرة نصراوية. نشوفها في مرة أخرى في لقطة أخرى، التدخل اللي تم من جانب ناشري أمام تاليسكا، وبعد ذلك ضياع هذه الكرة على تاليسكا، الحصول على خطأ في مكان خطير للغاية. الناشري حصل على إنذار، طبعا الناشري كان يطالب الحكم أنه يلعب على الكرة. العبود أراد أن يمنع البطاقة بتصرف غير مقبول، بالتالي حكم اللقاء أخرج له بطاقة صفراء. وراح نشوف مزيد من الإنذارات في هذه القمة، راح تشوف ربما مزيد من الإنذارات في هذه القمة، وبالتأكيد ربما بعد البطاقات الصفراء ربما نشاهد حالات طرد، لما لا؟ ترقب وانتظار. تاليسكا
جمهور العالمي يطالب نجم البرازيلي باستغلال هذه الكرة الثابتة. أنصار العميد الثقة كبيرة بالحارس الكبير جروي اللي لم يتلقى أي هدف حتى الآن في الدوري. الفرصة بعد 38 دقيقة لعب في أحداث القمة من كرة ثابتة في مكان خطير. في المباريات الكبيرة تبحث عن لاعبين بشخصية قوية، بإمكانيات هائلة، بنجومية، باسم، بإمكانيات، بأشياء كثيرة موجودة بصراحة لدى أندرياس تاليشكا اللي راح يكون على تنفيذ هذه الكرة الثابتة في مكان خطير جدا. فرصة متاحة لمصلحة النصر، ترقب وانتظار بعد 38 دقيقة لعب. هل هي أول أهداف القمة؟ هل هي الشرارة الأولى في هذه القمة؟ ننتظر وإياكم 3-4 خطوات إلى الوراء. تاليسكا يبحث عن مرمى جروهي. جروهي يترقب 39 دقيقة لعب. جدار دفاع اتحادي أمام هذه الفرصة، أمام هذه اللقطة، أمام هذا الاختبار الصعب لجروهي. محاولة نصراوية، ترقب وانتظار أين تكون كرة حطها في الجدار. الثانية كانت بعيدة للغاية وتحولت إلى ضربة مرمى. بالسلامة إن شاء الله. برونو على ما يبدو، أظن برونو إنريكي على أرضية الملعب بعد أن اصطدمت فيه الكرة الأخيرة. نشوفها مرة أخرى. نعم في وجه برونو إنريكي. بالسلامة إن شاء الله برونو. ضاعت الهجمة النصراوية تقريبا شوط أول متوسط المستوى. بعض القمم تكون مثيرة إعلاميا، مثيرة بين المشجعين، لكن على أرض الملعب حتى الآن لم نشاهد متعة كبيرة في هذه القمة بين الفريقين، على الرغم من كمية التحديات الكبيرة بين النصر والاتحاد طيلة الأسابيع الماضية. طويلة للأمام، محاولة فيها تغطية. سلطان غنام، لمسة أمامية باتجاه أبو بكر، محاصرة أمام أكثر من لاعب. حكم اللقاء يشير إلى خطأ على طارق حامد. بالسلامة إن شاء الله أبو بكر. بالسلامة إن شاء الله أبو بكر. نعم تدخل واضح من جانب طارق حامد في هذه اللقطة. بالسلامة لأبو بكر. لحسن حظه لم يحصل طارق على إنذار في هذه اللقطة أمام فينسان أبو بكر اللي خارج أرضية الملعب. حكم اللقاء حديث مع مساعديها أيضا. تدخل كامل جانبي محور الارتكاز الدولي المصري طارق حامد. ألف سلامة لأبو بكر. حكم المباراة حديث مع مساعدين في غرفة الفيديو للتأكد من اللقطة الأخيرة ما إذا كان فيها شيء على طارق حامد. دانيال فيدروزيك حكم المباراة. دانيال حكم الفار استدعى حكم اللقاء، قال له تعال شوفها بنفسك. هذا التدخل اللي كان من جانب طارق حامد على أبو بكر. هو نجا من بطاقة صفراء ولكن لم ينجو من بطاقة حمراء حتى الآن، لأن الفار سيشاهد والحكم من خلال الفار سيشاهد هذه اللقطة ما إذا كان فيها حالة طرد أم لا. أمامك طارق حامد وأبو بكر. الاحتكاك اللي كان واضح في هذه اللقطة بصراحة تقديرية عند حكم المباراة. هل توجب بطاقة حمراء مباشرة؟ راح ننتظر وإياكم قرار الحكم أندرياس كونها الحكم الأوروغواياني. شوفها مرة أخرى في أكثر من لقطة. الحكم يشوفها من زوايا عديدة. الاحتكاك اللي تم من جانب طارق حامد مع أبو بكر. دخول كان قوي من جانب طارق حامد في هذه اللقطة بصراحة. حكم اللقاء سيستدعي طارق حامد بعد أن شاهد لقطة الفيديو، وبعد ذلك سننتظر البطاقة في هذه الأثناء. سيحصل على بطاقة صفراء أم بطاقة حمراء؟ هل هي الشرارة الأولى في هذه القمة لطارق حامد؟ حكم اللقاء يخرج بطاقة حمراء. نعم
هي الشرارة الأولى. طارق حامد يخرج مطرودا من هذه القمة بعد أن تدخل على فينسان أبو بكر المهاجم الدولي الكاميروني في لقطة مثيرة للغاية في هذه الكرة اللي كان فيها دخول عنيف بصراحة من جانب طارق حامد. على الرغم من أنه كانت لقطة في وسط الميدان لم تكن في مكان خطير على مرمى فريقه، ولكن طارق ارتكب هذا الخطأ، وبعد ذلك الحكم في قراره أنه يستحق على إثر بطاقة حمراء، الأمر ليجعل نونو سانتو في حيرة من أمره كيف يمكن أن يتجاوز هذه الفترة الصعبة من المباراة، لأنه سيلعب شوط كامل وتقريبا 3 دقائق ب10 لاعبين. حكم اللقاء حديث مع سانتو، مع نونو سانتو. كونها يستدعي أيضا حسن خليفة في هذه الأثناء، يخرج للإنذار ويطلب من الفريق الفني في الاتحاد في دكة البدلاء الهدوء أكثر في الدقائق القادمة من أحداث هذه القمة. كنا نتوقع أن مباراة من هذا النوع يكون فيها العديد من الانذارات، ولما لا بطاقة حمراء. جاءت الحمراء لطارق حامد، المحاولة نصراوية من أجل إنهاء الشوط الأول بأفضل شكل ممكن. هذا ما يتمناه كل نصراوي بطبيعة الحال، أن يكون بعد الطرد هدف سريع قبل نهاية الشوط الأول. كرة عرضية خطيرة مرت من الجميع، وبعد ذلك سهلة في يد مارسيلو جروهي. طبعا نونو يطلب من لاعبيه الهدوء أكثر، انه ننهي الشوط الاول بهذه الوضعيه ب0-0، ثم نفكر بعد ذلك كيف يمكن ان نتعامل مع شوط المباراه الثاني وحاله الطرد اللي تمت. طويله الكره اماميه، تبعد تعود مره اخرى في وسط الملعب، لمسات لنصر بوبكر يغير اتجاه اللاعب في اقصى الجهه اليمنى عند سلطان غنام. تحرك نصراوي في جهه اليمين، اندفاع هجومي في هذه الاثناء بكره الى صليهم. غنام عودة للوراء، العمري، كونان، عبد الرحمن غريب. نصراوية تعثر، بود يحاول الضغط، في الأخير تحولت إلى رمية جانبية اتحادية. الرمية جانبية للاتحاد. لم نشاهد الكثير من عبد الرحمن غريب على مستوى الجبهة اليسرى، لم نشاهد الكثير في المقابل من جانب كورنادو، ما عدا تمريره وحيده لعبد الرزاق حمد الله. ديفيد وصبينا للعمري، عبد الاله في محاوله بناء هجمه، لمسه باتجاه سامي. 4 دقائق كوقت بدل ضائع في شوط المباراة الأول. انتعاشة نصراوية بعد حالة الطرد باندفاع كبير، ولكن حتى الآن بالقليل من الخطورة. مر حمدان خطيرة اتحادية. شمراني على جهة اليسار، حمدان داخل منطقة، لكن الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة بروعة كبيرة من جانب سامي. هجمة رائعة من جانب حمدان، ولكن في الأخير شمراني لم يستغل الهجمة المرتدة اللي كانت بجهد بدني عالي في اللقطة الماضية. كان تقريبا 2-على-2 في هجمة الاتحاد المرتدة، اللي نتوقع انه في اي لحظة ممكن ان يحصل الاتحاديين على هجمات معاكسة في ظل اندفاع النصراوي الواضح في هذه الاثناء. نصر باكبر عدد من اللاعبين هجوم، اللمسة الغريب، الفارو متقدم، الفارو بلمسة لابو بكر يبحث عن تاليسكا، صليهم الى تاليسكا، تسديدة لكنها في يد جروهي. سهلة الكرة الأخيرة، لم تكن بالقوة الكافية، سهلة كانت في يد جروهي، وكانت الهجمة الوحيدة تقريبا بين الخشبات الثلاث على مرمى مارسيلو. جروهي طويلة للأمام، جروهي طويلة باتجاه عبد الرزاق حمد الله، اللي أصبح تقريبا لوحده مع أدوار دفاعية مطالب فيها كورنادو بعد حالة الطرد لطارق حامد. غارسيا دكة البدلاء، يمكن أن تشاهد بعض الخيارات الهجومية بحسب ظروف هذه المباراة. الخصم ب10 لاعبين، النصر في ملعبه بين جماهيره، ربما يفكر في هذا الاتجاه أن يهاجم بشكل أكبر. هذه محاولة غنام، الغنام بكرة عرضية داخل منطقة، غريب يلعبها لكنها كفكرة حلوة، لكنها جاءت بعيدة للغاية، في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى بعيدة وضربة مرمى. بعيدة وضربة مرمى عند مارسيلو جروهي.
حجازي يلعب كرة طويلة للأمام، محاولة باتجاه العبود لكن تغطية وتدخل. لمسة من غريب إلى صليهم، تمريرة الرد حلوة على جهة اليسار نصراوية، محاولة من جانب غريب، تبويب، محاولة العودة للوراء للبحث عن حلول. لمسة تصل بعد ذلك لعبد الإله العامري، عودة في جهة اليمين سطع الغنام. النصر يهاجم في هذه الأثناء بواسطة تاليسكا، كرة اصطدمت في كورنادو، بالسلامة لكورنادو. اللاعب يستمر مع كرة لألفارو، هجمة لمصلحة كونان داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا في التغطية عمر، وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية. سلامة لإيغور كورنادو، اصطدمت في كرة تاليسكا، ولكن تقريبا الفرصة الأخيرة في شوط المباراة الأول من خلال هذه الركنية لعبد الرحمن غريب. كونها يتكلم مع كورنادو في الأخير، حكم اللقاء سيعطي استمرارية لعب مع هذه الفرصة النصراوية. ثاني ركنية للنصر على يمين قروهي، على تنفيذها عبد الرحمن غريب، سنة أولى بالقميص الأصفر. غريب يحاول بحث عن كرة عرضية، عودة بعد ذلك إلى كونان يحاول بتمريرة للوراء، كعب حلو، كرة عرضية خطيرة نصراوية بالراس، لكنها مرت في الأخير تحولت إلى ركنية أخرى. ضغط النصراوي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول في ملعب مرسول بارك، العرضية الخطيرة اللي كانت لمصلحة العمري لكن حمدان تدخل. هذه لغريب مرة أخرى، غريب عبد الرحمن غريب، ركنية نصراوية، هجوم، محاولات، كرات عرضية، كرات ثابتة، استمرار المحاولات والضغط أكثر على مرمى الاتحاد في هذه الأثناء من جانب النصر في آخر لحظات شوط المباراة الأول. الكرة من جانب عبد الرحمن غريب، عرضية داخل منطقة خطيرة لكنها في يد قروهي، ويبدو أنها آخر لحظات شوط المباراة الأول سيداتي وسادتي. بالفعل كونها ينهي أحداث هذا الشوط الأول بهذه الوضعية. أندرياس كونها ينهي شوط المباراة الأول بتعادل.